السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم. اشتقت لكم. عارفة أن أنا مقصرة معاكم، لكن عندي ضغوط. أسيل، ملك، فريدة، فينكم؟ يلا بسرعة، حضور دلوقتي، يلا فورا. يلا نستفتح حتى ينتبهوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إلا على بركة الله. استعنت بالله أفسر لكم وأبشركم، ويا رب نسأل الله الصبر والبصيرة والبصر وسعة الصدر والتبشير بإذن رب العالمين. يلا نشوف أول التعليقات اللي ظهرت عندي. بسم الله. منام قصير يا حلوين، من 3 سطور أو 5 على الكتير، يعني بالكتير 5. وبإذن الله أطمنكم لو في اسم في المنام يفضل إن أنا أعرفه، يعني اسم صديقة، اسم جارة، اسم حد معروف في المنام. يلا لسه ما فيش تعليقات ظهرت عندي. اول تعليق، دي ايمان بتنادي على منار. اوكي، نادي عليها. تاني تعليق، شيما النوفم بتقول حلمت ان فيه حنانة في الشارع وانا مرضتش اتحني، متزوجة وعندي طفلين. يعني ايه؟ والله ما فهمت حاجة. يعني ايه حنانة في الشارع وانا ما مرضتش؟ حنانة بتحني من الحنة وانا مرضتش اتحنى، متزوجة وعندي طفلين. انت مأجلة الحمل دلوقتي، انت مأجلة الحمل، بتقولي انا مش عاوزة حمل دلوقتي، لان الحنة بتكون فرحة، والفرحة ليكي ذرية. فطالما انت مش عايزة، خلاص انت معطلة او مأجلة امر الحمل الى اجل يعلمه الله. تمام يا جميل، والله اعلم. اللي بقى عندها توتي بتقولي حلمت ان كنت في مكان كله صخور بيضة، وبعدين صخرة منهم ارتفعت لفوق، وكان تحتها كأن بيت كأن نبتة بتنبت وتكبر، وهي اللي رفعت الصخرة. وبعدين ركبت زي مركب مع ابني. بصي، انت عارفة، انت لما بنشوف في المنشورات على المجموعات او الجروبات او الصفحات الدينية، يقولك ان ربنا لما بيشاء، يعني ربنا لما بيريد بفرج، يعني بينبت النبتة وسط الصخور. غريبة ان النبتة تطلع تحت الصخرة وهي كمان اللي ترفع الصخرة. ده انت بتعاني من هم او مشكلة، ولكن تنفرج عليك بإذن الله. تمام. فروح وريحان بتقول لي فروح وريحان، معذرة، دي سورة الواقعة. فروح وريحان وجنة نعيم. سورة الضحى في المنام. الزمي قراءة سورة الضحى، صلي الضحى. وانت لا ذكرت أنسة أو متزوجة، لو ذكرت كنت هفيدك أكتر من كده. أميرة، حلمت إن في البلكونة وشفت واحد معرفوش، عربية خبطته قطعت ايده ورجله، كنت زعلانة عليه أو متزوجة وزوجي مسافر وبجهز ورقي أروح له. طب استعيذي من المنام، استعيذي من المنام، استعيذي من المنام، لان الحادث مش بيبقى حلو. ما تخافيش، ماله علاقة بالاعمار، هي بتبقى توقفات في الامور. ولكن انت استعيذي من المنام وقولي يا رب يسر لي اموري، واخرجي صدقة بنية تيسير امورك. والله اعلم. ام مسلم، الملح ايه في الحلم؟ اللي حلمه انه بيرشه في اركان الشقة، ايه تفسيره؟ والله لو انت بتعتقدي ان عندك امور تخص اسحار او حسد او ما الى ذلك، وحد قالك اعملي ملح او كده، يبقى هو ده. بس هو ده عقيدة، لكن ماله على الملح ما بيفيد يا جماعة في امور السحر والحسد والكلام ده خالص. تمام. ولا ذكر ده لا في كتاب ولا في السنة. اما لو ما في كده، فهو الملح بيكون صبر، صبر. وبرضو رزق، لان ما في اكلة بنعملها، ما في أكلة بتعمليها إلا وداخل فيها الملح. فده بيكون رزق بإذن الله، بس عايزة الصبر. بسملة،
اخت حلمت ان حماتها عطشانه قوي، شربت زجاجه ميه كلها وبلعت الازازه نفسها. اخت خافت جدا واغمى عليها، حماتها ميته. الست عطشانه، الست عطشانه جدا 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 لحسنات وصدقات يا بسمه الشايب. الست عطشانه جدا 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 جدا. زينب حلمت ان الانبوبه الغاز فرقعت في وشي، استعيذي لان دي بتبقى مشاكل 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 مشكله وتعمل صيت، مشكله وتعمل بروباجندا، يعني مشكله وتتسمع وتسمع، فربنا يعينك بقى. ماشي يا قمر. اللي بعد كده، اللي كتب منام مره ما يكتبش تاني يا جماعه، الله يرضى عنكم. اسماء بتقول لي زوجي حلم انه قدام البيت وشاف طفل صغير قدام بيتنا وشاله على انه ابني، ودخل البيت لقى ابني وانا شايلاه ففكر انه ابني وقال معلش وسابه، طلع ابن الجيران وكان شبه ابني جدا ونفس لبسه زوجي اسمه علي. يعني انتوا منتظرين حمل ولا ايه الظروف؟ هو شال طفل وفكروا ابنك وده خلى ابنك معاك وفي الاخر لقى ابن الجيران؟ لا بص، هو انا يعني الموضوع بيكون في لبس، يعني مش شايفه فيها رموز، بس هو التباس في امور معينه، التباس في امور معينه. ممكن يكون ايه، ان زوجك مثلا بيحاول ان هو مثلا لو الجيران عندهم مشكله بيسعى في حلها، ما بعرف، ولكن انا مش شايفه فيها رموز غير كده والله. شيماء، شيماء بتقول لو سمحت انا سافرت لجوزي، انت اتكتبت قبل كده يا شيماء ولا ايه؟ بتقول لو سمحت انا سافرت لزوجي من 20 يوم، بس دايما احلم ان ميعاد الطيارة بيفوتني وانا ببقى مستعجلة ومتوترة. ده كان حالك قبل موضوع السفر، كنت بتخافي ان اجراءات ما تتمش معاكي، بتخافي ان انت تتأخري عن ميعاد الطيارة فعلا. ده عن حالك فيما قبل، الله اعلم وأعلم. اللي بعد كده اسماء، حلمت اكتر من مرة ان لابسة ذهب، مرة اسورة ودبلة ومرة غوشتين وخاتم، متزوجة وعندي ولدين ومش بفكر في حمل. بصي حبيبة قلبي، يمكن ده، بصي هو الذهب زينة، الذهب زينة، والزينة يا اما مال يا اما عيال. وبعدين مش معنى ان انت بتفكري ان مش هيحصل، والله انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، فيجي وقت ما يجي. اللي بعد كده أميرة، أميرة رديت عليك يا أميرة، الراجل اللي اتقطعت إيده ده. أماني، حلمت إن جوزي ليه أختين، واحدة هدتني خاتم والتانية هدتني خاتم، وأنسي للعلم أنا حامل. طب عندك أطفال؟ عندك أطفال يا أماني إبراهيم؟ عندك ده أول حمل ليكي ولا سبق وأنجبتي؟ إذا سبق وأنجبتي فبيكون هو ده حالك، إن الخاتم والأنسيال، إن أنت عندك ولد وجالك ولد تاني. طب لو مفيش يبقى حمل ورا حمل بإذن الله، والله أعلم وأعلم. شروق، ماما حلمت لي ان عمي جايب طفلين توأم واعطاهم لي ارضعهم، وهي قالت لي ما ترضعهمش، وانا قلت لها لا هرضعهم. لا هو بص، ارضاع الاطفال بيكون مسؤولية تتحمليها انت، وماما هتمنعك، موضوع هتتعبي فيه جدا، لان الارضاع بيكون الطفل بياخد من كل جهد المرضعة، سواء امه او خالته او مرضعة. ده امر هيجهدك جدا 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 ويتعبك جدا وتبذلي فيه مجهود، ولكن ماما هتحذرك منه وانت هتصر عليه، والله اعلم واعلم. ريهام العاصي، انا متزوجة وحلمت ان زوجي شايل بنت جميلة صغيرة، لكن هي مش بنتنا، وللعلم انا مش عندي عيال. ده دنيا جميلة مقبلة عليكم، ربنا يكرمكم بإذن الله، بشارة تفرح قلبك انت وزوجك بإذن الله، يا رب يكون حمل ليكي، والله أعلى وأعلم.
بس بوسة، لو سمحتي، حلمت امبارح ان كنت بعمل حاجة مش متشكرة قوي، مش متذكرة تقصدي. بس انا شفت عنكبوت كبير كان شكله متوحش، كنت بنظف او حاجة. انا متزوجة وشكرا لحضرتك. طيب لو بتنظفي العنكبوت ده زوال هم وغم وتغيير لحالك للأحسن طبعا. يعني هالة عواد، أمي متوفية وجت أعطتني فلوس مبلغ محدد، وكانت الفلوس ورق لها لون أزرق وأخضر، وأنا متزوجة أريد أعرف معنى الفلوس وإن أخدتها وكده. بصي، إن لم تكن أمور مستحقات مادية من ميراث فده بيكون رزق ليكي لزوجك، أو حاجة فيها الخير ليكي، ممكن شغل لزوجك، رزق يجيلك من ناحية إخواتك، أمر يعني عاوزة أقولك ميراث كان متوقف، حاجة زي كده. يعني خير كتير، خير كتير. تمام. وبتقولي معدودة، طب قولي عددها، طب قولي عددها. اللي بعد كده شيماء الفقي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد. حلوة. وبعد، أنا متزوجة عندي طفلين، الله يبارك لك فيهم. كنت رايحة عند عمي، هو ربنا رزقه بتوأم حديثا، ودخلت لقيت عنده جاموسة، وفي أواني فخار فيها حليب وغيرها فيها رايب، والعلم إنه هو مش فلاح. ده عمك ربنا بصي، ده الطفلين التوأم دول وشهم وش السعد على عمك. ده السنة اللي جاية على عمك سنة سعيدة جدا جدا، فيها مال وعيال ورزق من وسع وصحة، وانت كمان ينوبك من الحب جانب، لعل السنة اللي جاية ربنا يكرمك بفرحة. تمام يا قمر، والله أعلى وأعلم. اللي بعد كده آيات، حلمت إني باكل تمر معسل وكان طعمه لذيذ، متزوجة، حمل ليك يا بسكوتة. عنود، حلمت ان اخويا توفى وهو في النعش، ووقت صلاة الجنازة ظهر تعبان كبير وملفوف عليه تعبان صغير، واخويا متكفن ورفع ايده بيستغيث. طب اخوكي ظروفه ايه؟ اخوكي اعزب ولا متزوج؟ اخوكي هيحصل عنده، انا مش عاوزه الخبط بس مضطره الخبط، هقول اي حاجه. طيب موت اخوكي والنعش وكذا، ده حاجه فيها الخير لاخوكي جدا جدا، وفيها حسد شديد جدا جدا. شوفي قد جمال الامر والحدث اللي هيحصل لاخوكي على قد الحسد اللي هيقع عليه. حرصيه بقى وحذريه. منوره العالم كله، انت اللي منوره الدنيا يعني اقول لك ايه بس. الله يعطيك حتى يرضيك يا رب يا اسيل يا رب. هالة عواد بتقولي كانت 1050 امور متوقفه عندك وصبرت عليها، ولكن نصره فيها وتتيسر لك يا هالة عواد. اوكي. بطاطس. ياسمين، ياسمين سالم، انا شفت اسمك ياسمين. يا جماعه لا تستغلوا ان انا بنسى. ايه رايكم ان انا بقيت اخد برشام عشان ما انساش؟ برشام بيقوي الذاكره عشان ما انساش. ياسمين، انا متزوجه وعلى طول بحلم ان عندي امتحان وما ذاكرتش، وده حلم متكرر. بص يا حبيبه قلبي، انت بتمر بمواقف صعبه وما بتقدريش تتجاوزي الموقف، ولا تقدري تحلي مشاكل بتتعرضي ليها، وتخرجي من مشكله تخش في مشكله، تخرجي من مشكله بتخش في مشكله، وعلى كل واول واخير ما بتعرفي تديري مشاكلك ولا تحليها. طب اعمل ايه بقى يا متاب؟ ده انت عقدتيني في حياتي كده. اولا كلمه دايما ومتكرر، الزامي رقية شرعية، لان كثرة الامتحانات في المنام بتكون من عارض. بصي، اذا شفتها كل اسبوع مرتين، اذا كل شهر في السنة بتشوفها مرتين، المهم ان هي ثابتة عندك، اصبحت جدول ثابت، يبقى اعملي رقية شرعية. ان لم يكن واتكررت مثلا مرة واتنين خلال السنة، ولا افتكرتها مرتين تلاتة خلال السنة، يبقى دي مواقف صعبة بتمر بيها، ولا غنى عن ان انت تلزمي الطاعات، لان الامتحان بيكون اختبار للصبر وايمان الرائي، وهيكون ده على قدر الإيمان، قدر تجاوزك للامتحان على قدر ارتباطك بالله والطاعات ويقينك بالله سبحانه وتعالى. زي اللي بيذاكر كده، اللي بيذاكر بيخش يجاوب صح كده. طب اللي مش مذاكر ما بيجاوب. يعني ايه اذاكر؟ يعني اكون بصلي، بتسنى، بتنفل، عبد رباني، عبد رباني، عشان تقابلني المشكلة بفضل الله سبحانه وتعالى اتجاوزها بجدارة وما يهمنيش. أمولة، زوجي حلم ان قابل متوفى جاي يزورنا، وقال لي زوجي عاوز اقبض، قال له ما فيش شغل، ولقى ايد ابي بيضة. طب بصي، والدك عايز يقبض، طيب، وقال له ما فيش شغل، لقى ايد ابي بيضاء. عموما طالما المتوفى طلب حاجة، يبقى ابسط حاجة نخرج له صدقات.
ولكن زوجك قال له ما فيش شغل، زوجك بيمر بضيقة، زوجك بيمر بضيقة مادية يا أم عيد. المنام بيعود على زوجك، ما فيش شغل، زوجك متوقف عنده أمر الأرزاق أو ضائقة مادية، والعلم عند علام الغيوب. نهى بتقول لي متزوجة وحد جاي يخطبني، وبشوف اللي جايبة لقيت عود قصب، عقلة سليمة، عقلة ممصوصة، مع العلم ناس شغالة عندي بتخني، ناس شغالة عندك بتخونك. متزوجة وحد جاي يخطبني وبشوف اللي جايبه لقيت عود قصب، عقلة سليمة، عقلة. بصي، طالما انت حسيت الاحساس ده يبقى ده مرتبط بشغلك، ده مرتبط بشغلك. فهمت عليا؟ العقلة اللي انت ذكرتها ديت ان يعني خير وضاع منك، خير وضاع منك. الخطبة ليكي هو مجال يخص الارزاق ليكي، يمكن شغلك، يمكن مجال عملك. وفعلا اللي انت ذكرتيه هو الاحساس الصح، او الاحساس اللي انت قلتيه هو التأويل الصح، ان اهدار او اختلاسات او خيانات كده، يعني خيانة امانة. والله اعلى واعلم. زينب توته، حلمت ان الانبوبة رديت عليكي. بسمة الشايب بتقول لي اسفة، انا دايما بخاف اوقات الفجر. يعني ايه بتخافي؟ بتخافي امتى؟ مش الناس كلها بتبقى نايمة، بتخافي من ايه؟ تخافي تكوني صاحية لحالك يعني؟ بصي، الخوف بيكون ضعف إيمان، الخوف من الله فقط. لا تخافي من أي مخلوق، لا تخافي من أي مخلوق على وجه الأرض، سواء مخلوق مرئي أو غير مرئي. على قدر إيمانك، على قدر أمنك وأمانك. تخافي من إيه؟ ده سبحان الله، ربنا سخر كل حاجة للإنسان. ما تخافيش. إن كان على المخلوقات الغير مرئية، ديتهم آية الكرسي تحرقهم وتخلصك من أذاهم. إيه اللي يخوفك تاني؟ بتخافي من الضلمة؟ لا تخافي. لو بتذكري القرآن كتير، لو لك أوراد من القرآن، لو عندك محفوظات من القرآن، ردديها في كل وقت. حصني نفسك بالذكر. انت الشيطان مستضعفك ويلعب على نفسيتك، على نقطة ضعف عندك، خوفك. خوفك. تخافي من ايه؟ يعني لا لا ان الله. جمدي قلبك كده وخليكي شطورة يا عسولة يعني. يا الله يا ولي المتقين يا رب. اللي كتب مرة ما يكتبش تاني. أستاذة أمولة عيد، أنا رديت على حضرتك دلوقتي. سوسة بتقولي على فكرة ما ردتيش على حلمي، لو كنت كتبتيه كنت رديت عليكي. أستاذة نودي متزوجة، حلمت إن نزل عليا إفرازات لونها أصفر. ديري بالك على صحتك، لأن اللون الأصفر بيكون تعب شوية في المجال ده، يعني أنت فاهماني يعني. تمام. إيمان الفخراني، ناس كتير من صحابي حلموا لي إن واقفة أصلي، وماما حلمت إن بابا متوفى، بيقول إنه عامل لي أسبوع كبير متزوجة. ده قضاء حاجة ليكي بإذن الله، وفرحة مقبلة عليك. يبدو إن أنت منتظرة حمل، والله أعلى وأعلم. أي قنديل بتقول حلمت إن بنت أخت جوزي كنا معديين. بتقول حلمت إن بنت أخت جوزي، حلمت إن بنت أخت زوجي كنا معدين على توك توك مليان سمك كتير بوري، وهي اختار سمكة كبير، وانا قلت لها خدي 2 صغير، وانا هاخد 4 ليا امي، بس شكل السمك حلو وريحته حلوة، وده كان فسيخ وهي عروسة. يعني فسيخ كان طازة يعني، ما هوش مملح. طب بنت اخت زوجك متزوجة ولا انسة؟ بنت اخت زوجك متزوجة ولا انسة؟ كونك بتقولها خدي سمكة وهي اختار سمكة كبيرة، قلت لها خدي 2. مش عارفة، في حاجة حلوة رايحة لها، في حاجة حلوة جاية لها، بس يشترط ان يكون السمك طازة، ما يكونش مملح. لو كان مملح بلاها المنام يتفسر. لو مش متملح وني لسه وطازة، يعني زي السمك العادي، ده بيكون بإذن الله. بس تعرف برضو هي أنسة ولا متزوجة؟ هي عروسة لسه، هي عروسة، معذرة. بصي والله، حمل لها بإذن الله، والله أعلى وأعلم.
اسماء هادي: حلمت ان في وسط البحر ومحدش حواليا وانا بعوم في البحر وبقول لاختي خلي باب يسمحني، انا هموت، انا متزوجه ومعايا بنتين وبابا متوفى من 5، خلي بابا يسامحني. الله يهديكم وتكتبوا كويس، الله يهديكم والله. انت لو مزعله بابا في حاجه ضميرك بيأنبك. طب اعمل ايه؟ اتصدق كتير وبر والدي واعوض التقصير اللي انا عملته في حق والدي في حياته، اعوضه استغفار وصدقه ودعاء. تمام كده؟ ماشي يا قمر. الله اعلم اعلم. رضوى: حلمت ان بلبس 3 خواتم غير بتوعي في الحقيقه ودبلتي ما لبستهاش. طب انت انسه ولا متزوجه ولا مخطوبه؟ بس بتقولي غير دبلتي ودبلتي ما لبستهاش، دبلتك اللي هي بتاعت الخطبه ولا انت متزوجه؟ والله لو انت متزوجه يعني انا بتعب جدا لما اكون مفيش بيانات وهألف انا يعني. عموما لو انت متزوجه ده بيكون تكرار حمل، يعني حمل ورا حمل ليكي يعني. اللي بعد كده بسمة: لو سمحت انا متزوجه ولديا طفل، حلمت ان خالي المتوفى شايل طوب على ظهره وطلع على سلم وبيبني مسجد. الله، وانا في المنام لقيت ناس كتير واقفين في وضع. الله الله يا بسمة، الله عليكي. الراجل ده يعني كان في حياته على طاعة، ده كونه بيبني مسجد وشايل الطوب على ظهره، ده هو كان في يعني بيخدم الدين، كان في خدمة الدين. وبالله عليك لا تقولي لي يا بسمة خالك المتوفى كان بيشتغل ايه؟ هل كان ليه علاقة مثلا بالدعوة؟ هل كان إمام مسجد؟ هل كان داعية؟ هل كان في خدمة الدين؟ ايه كان مجال شغله يا بسمة سالم؟ علقيلي على المنام بسرعة لو سمحتي، لو سمحتي. جميل. ماشي يا قمر، رد عليا كده. بسمة سالم ما ردتيش عليا. ام روكا: حلمت ان جوزي عاوز كذا واحنا مع بعض بيحصل حاجة او حد يجي كل مرة ما يتم الجماع، مرة كنت في بيت اهلي القديم ومرة في بيتي واماكن مختلفة وبرضه ما يتم. هي عسرة في امر يربط بينك وبين الزوج، يا اما شغل يا اما حمل. عسرة في امر مشترك فيه الخير بينك وبين زوجك، يا اما رزق يا اما انجاب. ماشي يا قمر، الله اعلم. رد عليا بقى عشان اشوف خالك المتوفى. يا اسماء هادي، لا مش اسماء، بس لا مش بس. نسيت صاحبة المنام بتاع خالي المتوفى اللي شايل طوب على ظهره ده. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. بتقولي كتبت حلم مرتين وحضرتك ما ردتيش. المنام اللي بيقع قدام عيني يا مريم ما بضيعه، طالما انه خفيف وسطرين 3 أو 4 بالكتير ما بضيعه، لكن بالمرة ما ورد على عيوني منام حضرتك والله. ليدي أشرف: حلمت ان بابا بيقول لي انا بعتلك عربيتك ب16,000 ولا 160,000 وان لازم يمشي قبل 30 نوفمبر. بابا متوفى. حلمت ان انا بعتلك عربيتك، بعتلك بعت من البيع ولا بعتلك يعني بعتلك ارسلتها لك، وان لازم يمشي قبل 30 نوفمبر. بابا متوفى. لو توضحوا لي المنام فيه اشاره بس ما اقدرش اقولها لما افهم. سحر محمد: بنت حلمت ان جبت لهم 3 الحفة اطفال، 2 اتغطوا بيهم هي واخواتها، والاخير لقت عيال عمها تحتي. بنت حلمت ان جبت لهم 3 الحفة اطفال. طب بناتك دول متزوجات ولا انسات؟ لو متزوجات بيكونوا اطفال، لو انسات بيكونوا اطفال ليهم. لو انسات بيكون زواج، لو متزوجات بيكون حمل لهم يعني انجاب.
استمروا يا جماعة، استمروا، لا تكتبوا بياناتكم ولا أي حاجة خالص. سوسو عاطف، قلتلك حامل وحلمت إن بحفظ سورة ياسين، قلتلك حامل. طيب شكرا، ما بتذكر منام حضرتك. تمام. اللي بعد كده، يا الله يا للمتقين يا رب. كنزي، أم متوفية ودايما أحلم بيها لابسة أسود وفي جنازة أو فرح بدون ميت أو عروسة وعريس وناس كتير. أنا متزوجة. تضارب يعني هما في نفس المنام. معقولة تشوفي جنازة وتشوفي فرح؟ مستحيل. مفيش هنا حاجة تقولي جنازة أو فرح. اثبتي على حال، اثبتي على حال. عارفة لما تشوفي أمك في جنازة وناس لابسة أسود وكذا، ده ما يتفسرش لأن بيكون موضوع أعمار. لما تشوفها في فرح تبقى مناسبة سارة وجاية عليكم بإذن الله. ماشي يا قمر. منال يونس، عملت مشكلة مع زوجي أمام حماتي وما دافعش عني، وبعدها بفترة حلمت إن بنتها بتعيط لي وبتقول لي ما تزعليش، والله أمي زعقت له وأمي تعبانة. الغرض من عياطها إن أكلم أمها لأن مقطعاها وأنا في دماغي وهي بتحكي عاوزة أقول لها طب واللي أنت عملتيه فيا وقلتيه في حقي. بصي، عفى الله عما سلف يا منال، عفى الله عما سلف. تمام. انت في نفسك حاجة وهي الموضوع بسيط يا جماعة، بلاها المقاطعة. الدنيا قصيرة والعمر قصير. ليه تناموا وانتوا زعلانين من بعضكم؟ تضمني ان حماتك تموت وهي زعلانة منك او زعلانة من زوجك؟ روحي بر حماتك، قبلي دماغها يا ستي واحتسبي اجرك على الله، وهتلاقي ربنا يهديلك العاصي كده والدنيا تبقى زي الفل. لو هميتي تقبلي حماتك هي هتقوم تقبل دماغك. روحي يلا اسمعي كلامي وابقي ادعيلي، ولما تب تسلم عليك يا نينا. نوران، حلمت ان مامة اللي كان متقدم لي وما حصلش نصيب واقفه معايا وبتقول لي كان نفسي اخدك لابني بس خلاص هو خطب. فببص على ايده ما لقيتش الدبله، هو خاطب فعلا، انا عزباء خلاص. هو يعني هي بتقول لك كان نفسي اخدك ليه، خلاص يبقى انت ما فيش نصيب ليكي معاه. هو خطب وانت شايفه في المنام ان ما فيش في ايده دبله. الله يعلم عنده مشاكل مع خطيبته، الله يعلم هيسيبها. المهم انت لا تشغلي بالك وارمي الحمل على الله. أسيل محمد، حبيبة الحلم اللي فسرتيه الصبح، أنا كنت عاوزة حمل فعلا وجوزي معترض لأن عندي مشاكل، لو حصل حمل هتضرني. صح، ما أنا قلت لك يعني الله يهديلك العاصي. واستخيري يا أسيل، استخيري استخيري استخيري، والخير فيما يختاره الله لك. تمام يا قمر. أم يوسف، حماتي حلمت إن زوجي بيأكل الناس حمام محمر وإيه محمر وحشاني كانت بتاكل معاه، وحماتي مش قاعدة معانا، قاعد مع أخوه. زوجك بيأكل الناس حمام محمر، والله ده معروف زوجك بيقدمه للناس، بس أنا مش فاكر، مش عارفة أفهم الجزء الباقي والله. رضوى عبد الوهاب، كيفك رضوى؟ متزوجة وحلمت ان ليا فوطة عند حماتي ورجعتها لي مقصوصة. معلش، يمكن هي طمعانة في زوجك من مساعدة مادية، طمعانة في زوجك في حاجة تتستر بيها، يا إما يعني طمعانة في حاجة من زوجك تتستر بيها، لأن الفوطة ستر. ولما تكون لك فوطة عندها وترجعها لك مقصوصة يعني خدت منها حتة. هي طمعانة في ابنها، يبرها، يعمل معاها معروف، يساعدها. تمام. ماشي يا قمر. والله اعلم. انا كده بقالي قد ايه يا جماعه؟ يلا عشان انا كده بدات اتعب. ماشي. يلا يا حلوين، اشوفكم قريب باذن الله، تتيسر كده ومش هغيب عنكم تاني باذن الله. اوكي يا اسيل، مالك ما ظهرتش النهارده؟ يلا، استودعكم الله، بحبكم كتير وبدعي لكم بكل خير. الله يصلح حالكم ويعطيكم حتى يرضيكم. أنا سعدت بكم وأرجو أن أكون قد أسعدتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.